السلام عليكم. ايه رايكم نجرب مع بعض الكبه اليدويه؟ انا من زمان قوي كان نفسي اجيبها. انا الصراحه عندي الكبه الكهربائيه، وكان نفسي اجرب الكبه دي اليدويه، اشوفها عمليه، خاصه ان حجمها صغير وتنفع لما انت بتكوني مش يعني ما مش هتعملي حاجه كميه. فاسمها بيوتيفول، هجربها معاكم، وكل مره هعمل بيها حاجه جديده هنزل لكم عليها. هي بتبقى كده شكلها من جوه، بنشيل الشفرات دي. خلوا بالكم انتوا بتشيلوا في سن مدبب جوه، ده اللي بنركب فيه الشفرات دي بتركب كويسة. وبعد كده بتتقفل بالغطا ده، والموتور اللي بيلف بيبقى جوه الغطا ده عشان بتحسوه تقيل شوية. هنجرب فيها، انا هعمل فيها بصل وتوم وهشوف. هي حجمها صغير، انا جايباها عشان تبقى بتاعت بصلاية واحدة. فبصل وثوم، ينفع تحطي فيها فلفل. كمان ينفع لو هتجربي فيها حاجات يعني ايه بسيط. الصراحة هجربها في مرة اعمل فيها صدور الفراخ تتفرم ولا لا. بنشدها، بتشدي جامد. شوفوا لما شدتيش جامد مش بتتعمل، لازم تشدي جامد كده اهو. شوفوا ما شاء الله ابتدى تفرم. شدي كده، وما بتاخدش وقت خالص، ولا تقعدي تبشري بالبشارة ولا اي حاجة، ولا تشغلي الكبة الكبيرة. الصراحة انا شايفاها عملية جدا وكويسة، خاصة كمان للناس اللي بتحب الحاجات الصغيرة كده وما بتاخدش مكان، بتبقى تحفة تحفة. التانية بتبقى للعزومات الكبيرة والحاجات دي. بتبصوا ما شاء الله، بتبقى بقى لو هتعملي اي حاجة سريعة على طول على طول تعمليها. وكمان لو في وقت تبقي هتعملي والكهرباء فاصلة او اي حاجة، دي بتنجز معاكي على طول. بتقدري على فكرة تخفقوا فيها بيض، تعملوا فيها لو في مكسرات عايزين تبرشوها تعملوا فيها، تفرزوا منها الثوم.